أهلا وسهلا، تحياتي للجميع بطبيعة الحال. مواقع رهيبة وكنوز كبيرة جدا موجودة بين أيدينا في التليفونات متاعنا وإلا في ليزورديناتور متاعنا بطبيعة الحال كيف يكونوا كونكتي بالإنترنت. كنوز رهيبة موجودة كقنوات على اليوتيوب سهلة الاطلاع، مجانية، وتعطينا الفرصة باش نتعلموا اللغة هذه سواء لينا ولا لأبنائنا، وخاصة الشباب والطلبة والطالبات اللي مازال المستقبل قدامهم واللي هم في حاجة اليوم إلى لغة العالم، اللغة الإنجليزية. مش باش نطول عليكم، مش نقدم لكم تقريبا 6 قنوات مشهورة وموجودة من بين مئات القنوات والعديد من القنوات، ولكن القنوات هذه تنجموا تعتمدوا عليها من أجل أنكم تكسروا ذلك الحاجز نتاع عدم القدرة على تعلم اللغات سواء الإنجليزية أو غيرها. ولكن باعتبار أن اللغة الإنجليزية هي اليوم اللغة الأولى في العالم، هي لغة العلوم، هي لغة البحوث، هي لغة التواصل بين الشعوب، وعليه فأنه من واجبنا أنه ننصحوا وليداتنا وأنه ننصحوا أنفسنا إذا كان عندنا الفرصة أن نتعلم اللغة هذه، خاصة وأن الأدوات هذه والكنوز هذه مجانية وبين أيدينا. نبدأ بالقناة الأولى واللي هي قناة اسمها أمريكان إنجليش، واللي هي قناة للمبتدئين، طريقة سهلة وطريقة سلسة لتعلم اللغة الإنجليزية. فما قناة أخرى اللي هي قناة إيزي إنجليش. إيزي إنجليش هذا كيف تعتمد على بعض الفيديوهات الكرتونية، قصص قصيرة تتفاعل معها وتتعلم منها ما يمكن التعلم منها. فما قناة أخرى اللي هي سانشاين انجليش، واللي هي قاعدة تتعرض الآن أمامكم، كذلك تعتمد على القصص القصيرة وطاقة رهيبة داخلها من أجل أن تعطيك الفرصة لتعلم لغة الإنجليزية. بالنسبة لذوي المستوى المتوسط عندك قناة بي بي سي ليرنينج، اللي هي قناة قادرة بالعديد من الطرق وخاصة منها التفاعلية أن يتعلمك اللغة الإنجليزية. بالنسبة لمخارج الحروف وطريقة النطق فما القناة هذه اللي هي قناة زادة كيف عندها أهمية كبيرة وطريقتها طريقة سلسة وسهلة. بالنسبة لمسألة النحو الجرامر وما أدراك ما الجرامر في اللغة الإنجليزية، عندنا قناة English with Lucy، طريقة سلسة وسهلة بيداغوجيا راقية من أجل تعلم هذا النحو. المستويات المتقدمة نلقاو المنصة أو القناة هذه، وهي مجموعة من القنوات اللي هي Learn English Engvid، اللي فيها من خيرة أساتذة اللغة الإنجليزية في العالم، أسماء معروفة ببيداغوجيا متميزة وبطريقة سلسة نجم تتعلم بها الإنجليزية. هي حسرة احنا كي كنا نقرأه في اللغة الإنجليزية كنا نقرأه بكتب اللي هي كما تتذكروا الانجليش فور مودرن لايف، كتب واملأ الفراغات وغيره مع أساتذة معناها ربي فضلهم متمكنين وأساتذة ممتازين. ولكن اليوم العالم أصبح بين أيدينا، في عوض معناها نمشيو نسكروليو باش نتفرجوا في التفاهات ما فيها باس ساعة ساعة ناخذ شوية من وقتنا وندخلوا على الكنوز هذه من أجل أن نتعلموا. المسألة الأخرى اللي حبيت نحكي عليها واللي هي مهمة جدا، وهي التطبيقات نتاع الذكاء الاصطناعي اليوم اللي هي زاد كيف موجودة بين أيدينا. التطبيقات هذه قادرة على أن تكون كما الأستاذ أن يتعلمك تقرأ. وهنا مش نعطيكم فما العديد من التطبيقات، ولكن أنا مش نركز على تطبيقة معينة واللي هي تطبيقة مجانية. مش نعطي المثال اليوم، وفي حصص أخرى ولا ربما في فيديوهات أخرى نعطيكم أمثلة أخرى نتاع تطبيق الكوبيلوت. الناس كل تعرف الكوبيلوت، وهي تطبيقة موجودة تدخل أب ستور وتنزل تطبيقة الكوبيلوت، تعمل الترسيم نتاعك ويولي معناها موجود عندك. التطبيقة نتاع الكوبيلوت بطبيعة الحال الناس كلها تعرفوها اللي هي هذه، معناها باش تنجم تسالوا قبل. خلينا نوريكم بالنسبه في التليفون هذه كوبيلوت. دونك تحلها وهنا عندك الامكانيه انك تتحدث معاه
يعني بالنسبة للتطبيق هذه فما إمكانية الكلام مع التطبيقة، وهي الإيكيفالون تاع تشات جي بي تي، أما لكن هذه تطبيقة مجانية. مش نعملوا توا تمرين قدامكم نحكيو معاه مع التطبيقة هذه ونسألوه هل أنه ينجم يعاوننا في تعلم اللغة الإنجليزية. يلا. Salut Abdelaziz. أهلا وسهلا، مرحبا صديقي، كيف الحال حبيبي؟ Ah, je vais bien, merci. Et toi, comment ça va de ton côté? ممكن نتكلم بالتونسي؟ Bien sûr. أكيد نجمو نحكيو بالتونسي. شنو هو الموضوع اللي تحب نحكيو فيه؟ أهلا وسهلا. أنا قاعد نسجل في فيديو حول تعلم اللغة الإنجليزية وإمكانية أن التطبيقات الذكاء الاصطناعي الحالية الآن قادرة على أن تلعب دور، وخاصة دور الأستاذ في تعليم أي شخص اللغة الإنجليزية. كيفاش تكون العملية خاصة مع تطبيقها كيفك أنت اللي هي معناها متاحة للجميع الآن؟ هذه فكرة ممتازة، خاصة أنه التطبيقات الذكية اليوم قادرة تعاون برشا في تعلم اللغات. مثلا التطبيقات هذه تستعمل الذكاء الاصطناعي باش تعمل تحليل للنطق والكتابة وتعطي ملاحظات. الفكرة هي أن التطبيقات الذكية تنجم تعوض دور الأستاذ في بعض الجوانب، لكن ما تعوضش التفاعل الإنساني والتوجيه الشخصي اللي يقدموه. نتصور تجربتك معايا في الحوار اليوم توضح شنية اللي ناقصها. تحب نراجعوا لها؟ لا شكرا، ولكن حبيت نسألك هل أنه في عملية التعلم أنك تقدر أنه تصحح الأخطاء وتعطي برمجة متكاملة لبرنامج تعلم من مستوى معين إلى مستوى آخر؟ أكيد التطبيقات هذه تنجم تطور برامج تعليمية شاملة حسب مستويات مختلفة من المبتدئ إلى المتقدم، وهي قادرة تعطي ملاحظات معمقة وتصحيح للأخطاء وتوفر محتوى يتماشى مع المستوى متاع المتعلم. تحب تجرب حاجة كيفها؟ لا، هل أنك قادر على أنك تقوم بعملية تقييم لمستوى الطالب من خلال الحديث معك ومن خلال التعلم معك؟ وهل يمكن أنك التقييم هذايا تراجعه بتطور تعلم المتعلم مع الوقت؟ نعم، ما صبحتي. النجم نعاون في تقييم مستوى الطالب من خلال فهم نطقه وكتاباته وتفاعله مع المحتوى، ونجز نقدم تقارير حول تطور الطالب مع التركيز على نقاط القوة والمجالات اللي يلزمها تحسين. كما نقولوا التعلم رحلة، وأنا هنا نعاون في كل خطوة. تحب نجربه؟ ماذا بيا كان تعطينا مثال مثلا بالنسبة لمبتدئ الآن كيفاش البرمجة اللي تقدمها له كأول حصة من أجل بداية تعلم اللغة الإنجليزية؟ باش نبدأ مع مبتدئ نحضر برنامج بسيط وممتع. نبدأ بالتعارف على الحروف والأصوات الإنجليزية مع تمارين في النطق والاستماع. نمر للكلمات الأساسية مثل التحيات والأرقام. نقوم بتدريبات تفاعلية كما الحوار البسيط باش يتعود الطالب على استعمال اللغة في مواقف حقيقية. تحب نزيد نفصل؟ لا شكرا، فقط حبيت نشكرك على التفاعل معنا، وحبيت نقول لك أنه بالفعل هناك كنوز كبيرة اليوم سواء على مستوى التطبيقات أو على مستوى البرامج لتعليم اللغات وخاصة اللغة الإنجليزية. شكرا صديقي حبيبي. العفو، يعيشك. بالصحمة التكنولوجيا ولات ديما تتطور والبرامج الجديدة في كل وقت. إذا تحب تحكي في أي موضوع أو تستكشف حاجة جديدة أنا هنا معك. يعطيك الصحة على كلامك الطيب. تحب نتبعه في نفس الموضوع؟ شكرا.
ولا هذا هو كما سمعتوا مستعد، ينجم يعلمك، يوضع لك برنامج، يعمل لك تطبيق متابعة لتطور المستوى وتقييم لذلك المستوى. حاجة تعمل كيف مع ما قدمناه من قنوات موجودة تتفاعل معها، تستمع لها، دروس موجودة في هذه المنصات وفي هذه القنوات. وعليه فانه ما فماش حتى حجه باش ما نتعلموش اللغه الانجليزيه وما نتعلموش لغات اخرى وما نتعلموش العديد من المهارات اليوم اللي هي متاحه على منصات التواصل الاجتماعي وعلى قنوات اليوتيوب وكذلك الذكاء الاصطناعي. هذا الكل يعطينا مهارات جديده ويطور من مهاراتنا ويطور لنا من القيمه والقيمه المضافه لكل إنسان حتى يكون له القدرة أنه يكتشف ويدخل إلى عالم الحياة المهنية والاجتماعية بكل سهولة، وتكون له العديد من الفرص المتاحة أكثر من غيره اللي مش متعلم العديد من المهارات هذه. ربي يبارك فيكم. نشكركم برشا على الانتباه وإلى الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.